بصي انتي ست الستات ونظيفة جدا جدا، محدش يقدر يقول غير كده. بس غصب عننا في حاجات ما بناخدش بالنا منها واحنا بنحمي الولاد او بننضفهم كل يوم. فانا معايا النهارده الاستاذه دي عروستي انا على فكره، عشان كده تحسوا انها لسه يعني محافظه على نفسها. اول حاجه همسك الودان، عايزاكي تنضفي مكان الحلق من فتره للتانيه. لما تشيلي الحلق الطبي هتلاقي جوه الودن بيطلع حاجه معاكي كده زي خيط اسود من كتر ما المكان حوالين الحلق محتاج يتنضف. وهتلاقي الحلق نفسه لو هو حلق ببريمه هتلاقيه هو نفسه ملفوف حواليه اسود كده. تاني حاجه خدي بالك بقى من المنطقه دي، شايفه المنطقه دي، الحته اللي ورا الودن، اللي جايبه من ورا الودن لغايه مكان الحلق، لو فتحتيها كده شويه، هما مش بيدونا فرصه اننا نفتحها ولا ننضفها، هتحسي قد ايه محتاجه تتنضف. وعلى فكره ساعات بيبقى لازق فيها طينه كده ما بتطلعش حتى بالليفه. انت رايقه كده في وقت البيبي بيرضع فيه سايبك براحتك، قاعد بيلعب وملهي في لعبه او حاجه، هاتي وايبس تكون مبلوله شويه ومسحيها كده بضغطه كده خفيفه، هتلاقي الطينه اللي ورا دي كلها طلعت معاكي. والاحلى من الوايبس انك تجيبي قطنه مبلوله وتعصريها كده نص عصره وتمسحيها برضو، هتلاقيها بتطلع معاكي بسهوله جدا. هو بقى الودن نفسها دي لازم بالودانه. احنا بنجيب الودانه لما نحس ان في شمع طالع من الاذن من بره. ساعات الشمع بيفضل يتراكم حتى يضايق الطفل، لما تلاقيه كتير قوي زياده عن اللزوم لازم تقولي لدكتور الاطفال. انما في الاوقات العاديه لو حسيتي ان في كده شمع طالع من بره الودن، هاتي الودانه ولمي بس الحته اللي من بره اللي ظاهره من الشمع، ما تدخليهاش لجوه خالص، انا بس عايزاكي من بره تلمي الشمع. وبعد ما تلمي من بره، عارفين الودن، بس هي الودن دي مش مساعداني، الودن بتاعتنا نفسها فيها دواير كده، هحطها لك في الصوره. الدواير دي بتحتاج ان انت تبلي الودانه وتلفي عليها كده لفه، او بالوايبس تلاقيها نفسها من جوه. لو فردتيها وفكيتي التانيه بتاعتها جوه التانيه دي، بتلم برضو من تغيير الجلد ومن التراب ومن العرق وكده، بتلم اسود كده بتحتاج تتنضف. انزلي بقى معايا على السره، معلش العروسه ما عندهاش سره الحقيقه فمعرفتش اوريكم. السره لازم في كل حمومه تتنضف. انا مش بتكلم طبعا على السره اللي في الاول بتاعت البيبي لما وقعت، لا انا بتكلم بعد كده في حياته العاديه. الفكره ان الامهات بتدعك عادي البطن، مش بتاخد بالها ان السره دي عباره عن حتت خلايا وتنايات كتير قوي جوه بعض، فماليه جواها اسود وبتعمل ريحه وحشه. فانتي بنفسك لما يكون بيبي صغير لازم بنفسك تحطي الصباعين كده وتعملي كده، تفردي كده السره بنفسك، هتلاقي السره نفسها فتحت حتت من الجلد انت اول مره تاخدي بالك منها. عايزه تدعكيها بالليفه، طبعا الليفه الناعمه بتاعت البيبي اللي هي السفنجه الصغننه دي اوكي. عايزه ودانه مبلوله برضو في الشتاء بتبقى لطيفه قوي، الودانه المبلوله دي وانت بتغيري تبلي الودانه، او برضو واحده وايبس او قطنه مبلوله وتمسحيها، هتلاقي طالع منها اسود كتير كده. مهم جدا انك تفتحي، ما تتخضيش خالص، تضغطي بس كده عشان تطلع لك لبره، فتقدري تنضفي اللي جواها كويس. بين صوابع الرجلين دي برضو من المناطق اللي بتبقى مليانه برضو الاسود ده، بنبقى عايزين نخرجه وننضف كويس. وصوابع الرجلين من ورا، والطفل بيبقى تانيها، فلو ده كعب الطفل وهو تاني صوابع رجله كده، حطي ايدك، قلتها لكم في فيديو تاني، حطي ايدك كده هتلاقيه اتفتحت معاكي، عشان مهما عملتي كده مش هيرضى يفتحها. حطي ايدك كده ونضفي الحته دي كويس، ونضفي بين الصوابع كويس، لانك هتلاقي في حاجات بين صوابع الايدين هتلاقيه بدأ يلم برضو الاسود ده. طول ما هو حاطط صباعه في بقه بيفضل يعمل هنا ميه، الحته دي بيجي لها رطوبه برضو، خلايا جلد بتتجدد وجلد تاني بيقع، فتبتدي تكون الحاجات السوداء دي. ضوافر الرجلين انتوا بتخافوا تقصوها، بس لازم تقصوها، لان هي لو طولت بتوجع وبتبتدي تدخل في اللحم، وساعات من كتر ما طولت بتتكسر. المكان الداخلي لما بنيجي ننضف الحته دي اللي ما بين الرجلين وما بين المنطقه الخاصه، لازم تفتحيها، بس هي طبعا انا عندي العروسه ما بتفتحش، لازم تفتحيها وتنضفي الحته دي كويس، لان التنايات دي اكتر حاجات بتعمل ريحه وحشه، ولازم تتنشف كويس قوي، لان دي اللي بيتربى فيها الايه، الفطريات، عشان هي منطقه عرق. اوعي بقى تجيبي صابونه جوه في المنطقه دي، بالذات عند البنات. لو جبتي صابونه ادعكي بيها الاماكن من بره، بس الفتحه الصغننه بتاعت البنات، في فيديو مخصوص لتشطيف البنات، لو عايزينه قولوا لي احطه لكم في التعليقات. اوعي تدخلي جواه صابون، انت كده بتلخبطي لها الفطره الطبيعيه وتوزيع البكتيريا النافعه جوه المكان، فالصابون بيعمل لها التهابات. فلو سمحتي التشطيف جوه الداخلي بقطنه مبلوله فيها ميه او بميه جاريه. انما الصابون امتى؟ الصابون المناطق اللي بره، الصابون لو مثلا طفل عمل ستول بس بصابونه طريه، او مثلا ممكن تجيبي شاور جل بتاع البيبيهات
لو ظروفك مش سامحه هاتي الصغير وخففيه بميه. وبالمره معلش المنطقه الخاصه عند برضو بنات او ولاد، الحته دي بيبقى فيها تانية صح؟ التانية دي لازم تفتحيها وتنضفيها، حتى في الكبار مش في البيبي. لو مثلا عندك طفله مثلا او ولد بتحميه 4-5 سنين، برضو بنعلمهم، لان بعد شويه هيبتدوا هما يحموا نفسهم، اننا لازم نفتح المكان ده ونعمله من قدام، نعمل ما بين الرجلين. عند السره لازم نطلعها وننضفها كويس. نروح عند الاندر ارم اللي هي تحت الابط، ولازم دي حاجات تدعك كويس. الرقبه دي بقى لو قلتي لابنك ارفع رقبته، هتلاقي في المكان ده كلها خطوط سودا. لو بيلعب طول النهار او راجع من الحضانه او الكلام ده، مش عشان انتي ست وحشه، عشان هي بس تانية فقافله على بعض، لان هم حبايبي في الاول بيبقى عندهم لغد كده صغنن، فبتبقى مغطيه المكان. كلنا شاطرين جدا في اننا نحمي الولاد وننضف الكوع الخشن ده من ورا صح، اللي هو معلش يا عروسه احنا اسفين الكوع ده اوكي. لا انا عايزه اقولك ان ده بيلم طينه اكتر. وكلنا شاطرين قوي في اننا ندعك الركب، عشان عارفين ان الركب بيبقى فيها طينه، بالذات بناتنا واولادنا الكبار يعني بيرجعوا من المدرسه ما ببقاش عارفه هي جابت كل الطينه دي منين. لا الركبه من ورا، تصدقي من ورا دي هي اللي بتبتدي تتجمع فيها حاجات عايزه تدعك قوي. الرجلين من الحته اللي فوق الكعب. بصي انا هقلعها الجزمه والله شيك قوي يا جماعه، بس يعني مش خساره فيكم عروستي. الحته دي اللي عند العظمه دي، العظمه بتاعت الانكل دي، الحته دي هتلاقيها من هنا من فوق مكان الشراب، هي اللي بيتكون جواها كل التراب، لان كل التراب بينزل، كل العرق بينزل من الرجلين يتكون في الحته دي، ما بيعرفش يدخل جوه الشراب. فالحته دي لما تيجي تدعكيها دعكيها كويس، هتلاقيها برضو مكونه حاجات جميله. البيبيهات الصغننين على طول عاملين ايديهم كده في الاول. بصي على الحته دي بقى، الخطوط اللي في الايدين دي سبحان الله، من كتر ما هم قافلينها وعمالين يمصوا في ساعات ايديهم كلها جوه بقهم، هتلاقي الخطوط دي فيها طين عايز ينضف. كلنا لما بنحط الشامبو بنقوم دلقين الشامبو هنا على الشعر. انت عارفه ان دي مش المشكله خالص بالنسبه لي. اولا الشامبو ما يتحطش على الشعر، بالذات لو شعر جميل كده زي شعر رابنزل حبيبتي. الشامبو خدي شويه عندك ودخلي من ايدك وحطي على الفروه، فروه الراس. اكتر حتت، بصي انا بعمل ايه، بدلك الفروه، انا ما جبتش على الشعر عشان ما بوظش شعرها. اكتر حتت عايزاكي تدلكيها اولا الحته دي، لان دي اللي بيتجمع فيها كل العرق، وهتلاقيها مع الوقت مع العرق بدأت تكون حبوب. الحته اللي ورا الودن دي، وتصدقوا الشعر من قدام هنا، دي نظافتها مهمه جدا عشان برضو ما يبتديش يجيلك قشره في الشعر بتاع الطفله. مش البيبيهات الصغيرين، ما اقصدش الكريدل كاب او قشره المهد، انا اقصد القشره الثانيه اللي هي اللي بيستخدموا لها هيد اند شولدرز والحاجات دي في الاعلانات. القشره اللي هنا دي لازم برضو الحته دي تتعمل كويس. عايزه بقى تعملي الباقي كله ماشي، يبقى ربنا يكرمك وتشطفي حلو قوي. ما تستخدميش الشامبو غير مره واحده في الاسبوع، او لو الطفل مبهدل نفسه، او لو البنوته شعرها مزيت قوي. لو بقى عندك كرادل كاب او قشره المهد، هتلاقوني عامله لها مخصوص فيديو بس في عجاله كده. مش مطلوب منك غير ان انت قبل ما تحمي البيبي تحطي عليه زيت زيتون على فروه الراس وتدعكيه كده. لو زيت الزيتون مش جايب معاكي يبقى زيت جوز هند، لانه كمان مضاد للفطريات. فبتقومي عامله كده كده، لو ما عندكيش فيه يبقى زيت زيتون وخلاص ونحمد ربنا. وبعد ساعه تدخلي تحمي في الميعاد اللي كنتي هتحمي فيه عادي. وبعد ما تحمي، هي بقى البيبي الصغننه قاعده بترضع، وهي بترضع انت بايدك، مش ببنسه، مش بضوافرك، بالحته دي من ايديكي بصوابعك، تبتدي تفركيها كده، هتلاقيها بتفك معاكي مره في مره، حمومه في حمومه، هتلاقيها بتروح خالص. على ذكر الولاد، عشان انتوا برضو بتزعلوا مني ان انا دايما بكلم على البنات وما بكلمش على الولاد، عشان عندي خبره اكتر فيهم. المنطقه الخاصه عند الولد وانت بتيجي تنضفيها، خدي بالك في الحته اللي حوالين الدايره. يعني انت دايما وانت بتنضفي الحته بتروحي ما عنديش ليها عروسه دي بقى بتروحي تقومي منضفه المكان كده من بره، والستات بتبقى امهات مش متعوده قوي، فبتبقى قلقانه. الحقيقه انه مش هيجرى اي حاجه، نضفي براحتك، بس يعني مش لازم الاحتكاك الزياده. وبعدين الدايره نفسها بتاعه المناطق الخاصه، انا بس لو قلت الاسامي هيقفلوا لنا الفيديو، فعشان كده مش قادره اقول الاسامي مع انه لا حقيقه في العلم. هتلاقي حواليها في التانية اللي حواليها كده الرينج او الدايره اللي حوالين المنطقه دي، هتلاقي بيتجمع فيها بواقي البراز. امهات بتبقى مركزه انها تعمل ما بين الرجلين وتعمل المنطقه كويس وكل حاجه، بس مش بتبقى واخده بالها انه جري دخل في الحته التانية دي، فلازم برضو تاخدي بالك منها انك تعمليها كويس. ساعات ما بيرضاش يطلع، وساعات برضو عند البنوته لما بيكون كريم حفاض غالي وتقيل وكويس برضو ما بيرضاش يطلع بسهوله،
لو غسلتي بميه ولو غسلتي بشاور جل وبصابون ولا اي حاجه، هاتي قطنه وبليها وبعدين اعصريها نص عصره. في الولد اعملي حوالين الدايره دي في اتجاه واحد، مش كده 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 عشان ما ملاش كل مكان بالبراز، اوكي؟ في اتجاه واحد بس هتلاقيها بتطلع معاكي. البنوته افتحي الفتحه الصغننه، انت هتلاقي جوه في فتحتين، في ظرف كده وبعدين ظرف اصغر منه. افتحي الظرف الكبير، ما حدش قالك تفتحي الظرف الصغير، افتحي الكبير كانه شفتين. افتحي الشفه الكبيره وهتلاقي الحته دي متكون فيها كريم الحفاض مع بقايا من الستول والكلام ده، امسحيها بالقطنه كده تتمسح معاكي. البنوتات لما بنمسح لهم لازم نمسح لهم في اتجاه واحد، نبتدي من فوق وننزل لتحت، اوعي تعملي العكس لان كده بيجيب البراز وتاخديه في المنطقه الخاصه. برضو لما بنيجي نحمل بيبي بيبقى بيعيط ومش مركزين قوي، ما بناخدش بالنا من التنايات. البيبيهات الصغننه اللي ما شاء الله تختوخه كده بتبقى رجلها من عند الفخذ بالذات كلها تنايات، لازم تفتحي ما بين التنايات دي وتنضفي كويس. خلصت بقى وعملت الحمومه الحلوه، لازم اروح عند المناخير. هتلاقي حاجات محجره بالذات لو صاحيين الصبح وكنا مخنفرين بالليل او معيطين كتير او طبعا عندنا برد. نقطتين كده اوتريفين او اي نقط من اللي بتستخدميها او بخاخ ماء البحر او كده تفك التحجيره، وروحي على الحوض وبميه كده واعملي كده. ما بقولكيش شربيه الميه، ما بقولكيش دخليها لغايه جوه لغايه ما يشرق، بس حتى عند زي اللي بيتوضى عند الحته دي كده ونضفي كل المحجر. البنات الصغننين اللي بيطلع لهم افرازات او الناس الكبار حتى، والله حتى الناس الكبار، في فيديو مخصوص انا عاملاه في السلسله اسمها مواضيع تخص البنات، هتلاقي فيها كل الافرازات وايه اسبابها، ولو افرازات عند بيبي صغير نعمل ايه. قولوا لي ايه اكتر حاجه في الحاجات اللي انا قلتها النهارده فعلا ما حدش كان بياخد باله منها. انا عايزه اقول لك كلها حاجات انا ما كنتش باخد بالي منها، اتعلمتها مع الوقت. ربنا يبارك في الولاد ويقويكم يا رب، وتسلم ايديكم على كل اللي بتعملوه.